دي هي اكتر اعلانات تجاريه مرعبه. لو انت بقى فاكر ان الاعلان بتاع بلاي ستيشن 1 بالبنت الفضائيه دي كان مرعب، فاحب اقدم لك اعلان بلاي ستيشن 3 واللي اتعرض في سنه 2006 في وقت ماتش بيسبول نهائي في امريكا، ودي كانت اول مره اتعرض فيها الاعلان. الاعلان انت لازم تبص عليه بنفسك. الاعلان عباره عن اوضه فاضيه وفي جهاز بلاي ستيشن موجود على اليمين، وفي طفل او دميه طفل موجوده على الشمال، والدميه في البدايه بتبتدي انها تعيط وتطلع اصوات غريبه وحتى ان عيونها بتدمع، وبعدين الدموع بتتشفط تاني لفوق وبنشوف الانعكاس بتاع البلاي ستيشن بعد ما تكون سمعت اصوات غريبه كانها طالعه من فيلم مثلا بتاع الراهبه، وبينتهي الاعلان بان البلاي ستيشن بيطلع شويه في الهواء وخلاص الاعلان بيخلص على كده. طيب الفكره من الاعلان او التصريح الرسمي اللي اتقال وقتها من شركه بلاي ستيشن ان هم عاملين الفكره ديت عشان يحسسك بالمشاعر اللي بيحسسها لك البلاي ستيشن لما انت كنت طفل. ولو انت فاكر بقى الكلام ده مرعب، فاحب اقول لك ان تكلفه الاعلان كانت 150 مليون دولار، يعني بحسابات النهارده حوالي 230 مليون دولار. فانا عايز اعرف الطفل او دميه الطفل اللي هم جايبينها دي اخذت كام منهم؟ فانتوا بقى ايه تقييمكم لفكره الاعلان دوت؟ وهل هو فعلا طبيعي